السلام عليكم أساطير HD أكشن. بطلنا النهاردة شخص عايش في حاله، لكنه فجأة بيتقبض عليه في جريمة ما يعرفش عنها حاجة، وبيكتشف كمان إن في شخص شبهه تماما ممكن يكون هو الجاني. علشان كده أسطورة عايزك تستعد كويس جدا علشان نحقق مع بعض في واحد من أكتر الألغاز المثيرة عبر التاريخ. وبيبدأ فيلمنا مع شخص اسمه أكاش وهو قاعد في بيته، ولما الباب بيخبط وبيقوم يشوف مين بيلاقي شخص هجم عليه وعايز يقتله. فبيحاول أكاش يدافع عن نفسه بكل الطرق لكنه بيفشل، وبيقدر القاتل إنه يطعنه بالمفك بشكل هستيري لحد ما بيموت أكاش. ولما بيجي القاتل يخرج من البيت بيلاقي ناس كتير في الشارع، فبيقرر إنه يطلع ينط من البلكونة علشان يعرف يهرب، بس بيبقى هيوقع فازة زرع في الشارع وهتعمل صوت، فبيمسكها بسرعة وما بياخدش باله من بصمة الدم اللي بيسيبها عليها. وبعدها بيقدر يهرب وبيحرق الهدوم اللي كان لابسها علشان ما يسيبش أي دليل وراه. وتاني يوم الشرطة بتعرف باللي حصل وبيوصلوا لمكان الجريمة علشان يعرفوا مين اللي عمل كده. ورغم إن أفراد الشرطة الكسالى بيكونوا شايفين إن أكتر من شخص هو اللي نفذ الجريمة وبيخمنوا كل حاجة غلط، إلا إن المحققة شيفاني بتوصل وبتبدأ التحقيق اللي بجد، وبتبدأ تشرح لهم سيناريو الجريمة بشكل مثالي كأنها كانت موجودة. وده طبعا اعتمادا على الأدلة اللي شافتها في المكان، وبتأكد لهم إن القاتل شخص واحد بسبب علامة الأقدام اللي تحت البلكونة، وده معناه إنه نط من البلكونة، وبتبقى واقفة على بعد خطوة واحدة من حل الجريمة لو شافت بصمة الصباع لكنها ما بتشوفهاش. خصوصا إن مساعد المفوض واللي اسمه دين بيوصل علشان يتابع اللي بيحصل، ومحدش بياخد باله من البصمة. وبيعرف دين إن أكاش كان بيعيش لوحده وعنده أخت بعيد عنه، لكنهم كلموها علشان تيجي وفي الطريق دلوقتي. وبيطلب بعدها من شيفاني إنها تدور على الأدلة في أسرع وقت علشان يقبضوا على القاتل. وبالفعل بتتحرك شيفاني بسرعة وبتبدأ تسأل الجيران عن أكاش. ولما بتوصل أخته وجوزها بتقعد تتكلم معاهم على أمل إنها تعرف أي معلومة تساعدهم في التحقيق. لكن أكاش ما كانش ليه أي أعداء خالص، وكمان أخد 2 مليون روبية من حسابهم العائلي علشان يبدأ مشروع على النت. لكن لما بيقوموا يدوروا على الفلوس مش بيلاقوها موجودة، وبيستمر البحث والتحقيق، وبتفضل شيفاني تجمع كل الأشخاص اللي كانوا يعرفوا أكاش لكن بدون جدوى، لحد ما بيوصل أب وابنه وبيحكي الابن إنه كان واقف قدام بيت أكاش يوم الجريمة مع حبيبته وبيتصوروا. فبتطلب شيفاني إنها تشوف الصور، وبتتفاجئ لما بتلاقي شكل القاتل ظاهر فيها بشكل واضح لما كان عند البلكونة. فبتجري بسرعة على دين وبتوري له الصورة، وأول ما بيشوفها دين بيتصدم وبيقول اسم أرجون، وبيعرفهم إنه مهندس عنده 28 سنة وعارف البيت بتاعه كمان، وبيطلب منهم يروحوا يجيبوه ويبقوا حلوا الجريمة. وبالفعل بتروح شيفاني تقابل أرجون وبتطلب منه يجي معاها الاسم علشان يتكلموا شوية، لكن بمجرد ما بيدخل بتعزله في أوضة لوحده من غير ولا كلمة لحد ما يشوفوا هيتصرفوا معاه ازاي. وبعد 5 ساعات بتدخله مرة تانية بس معاها دين اللي بيبان ان بينه وبين أرجون معرفة قديمة، وبيوجه له دين تهمة قتل أكاش وبيسأله كان فين وقت حدوث الجريمة. فبيقول أرجون انه كان تعبان وروح من الشغل، وبيتهم دين انه عايز يلفق له تهمة. فبيغضب الشرطيين الموجودين وبينزلوا ضرب في أرجون. وهنا بيقول له دين ان كاميرات المراقبة جابته وصل بيته متأخر. فبيعرفوا أرجون ان عجلة العربية بتاعته فرقعت ووقف كتير يصلحها لكن اتأخر لأن الرافعة كمان مكسورة، وبسبب كده اضطر انه يشوف سواق تاكسي تابع لشركة مش معروفة ويركب معاه. بس طبعا دين ما بيصدقوش وبيوري له الصورة بتاعته في بيت أكاش يوم الجريمة. وبيقول دين للجميع ان القضية اتحلت خلاص، وبيطلب منهم يطلعوا بره. وبيقرب من أرجون وبيأكد له ان حياته انتهت وهيقضي باقي عمره في السجن. ولما بيخرج بيفضل أرجون يصرخ ويقول ان دين عايز يلفق له التهمة. وبرغم ان محدش يهتم الا ان الشرطي بينده لدين بسرعة علشان في حاجة مهمة. ولما بيطلع دين يشوف في ايه بيتصدم بشخص شبه أرجون بالظبط، مسكوه على طريقه وهو سكران وكان بيضرب الشرطة. الجميع في حالة من الصدمة بسبب المشكلة اللي أصبحوا فيها، لأن كده ممكن يكون أرجون بريء فعلا، والشخص ده واللي اسمه روني هو اللي قتل أكاش. ومن هنا بيبدأ اللغز الأصعب بالنسبة للشرطة. بس علشان نحاول نفهم اللي بيحصل محتاجين نرجع بالزمن 3 شهور لورا. وقتها أرجون اللي بيشتغل مهندس شاف بنت جميلة جدا اسمها بيل، ووقع في حبها لكنه ما كانش عارف يكلمها خالص. وبيفضل كل يوم يركب الأسانسير معاها ويعرض عليها يقعدوا، لكنها دايما بترفض، لحد ما في يوم بتقرر بيل إنها توافق تخرج مع أرجون شوية بعد عديد من المحاولات.
ولما بيقعدوا يتعرفوا على بعض بيلاقي أرجون إن بيل عملت بحث كامل عنه وعرفت أصله وفصله وكل حاجة بيعملها، فبيعجب بيها أرجون أكتر وبتبدأ علاقتهم تتطور واحدة واحدة لحد ما بيبقوا بيحبوا بعض جدا هما الاتنين. أما على الناحية التانية روني المخادع عاشق القمار بيبقى سرق ماكينة صراف آلي وراح عند أحد زعماء العصابة مع صديقه الوحيد شان علشان يعرض عليه ياخد الماكينة يفتحها ويطلع الملايين اللي جواها، خصوصا إن الماكينة من نوع جديد وروني خايف يفتحها غلط تقطع الفلوس اللي جواها. بس الزعيم بيقلق لأنه ما يعرفهمش وبيرفض إنه ياخدها منهم، فبيأكد له روني إنهم فصلوا الكاميرات وهم بيسرقوها ومحدش عارف حاجة. كمان بيوري له فيديو للناس متجمعين عند البنك والمذيعة بتقول إن تم سرقة الماكينة وبالفعل جواها أكتر من 2 مليون روبية. وهنا الزعيم بيوافق وبيطلب منهم يمشوا ويجوا بكرة لحد ما يشوف شخص مناسب يفتحها، لكن روني بيرفض لأن الزعيم ممكن يطمع وياخد الفلوس لوحده. فبيقرر الزعيم إنه يديهم 200,000 روبية كعربون ثقة، وبيوافق روني وبياخد الفلوس وبيمشي، وده علشان يرجع له تاني يوم ويفتحوا الماكينة سوا. لكن أول ما بيمشوا بيقرر الزعيم يفتح الماكينة وبيلاقي جواها ورق لعبة، وبيفهم إنه اتنصب عليه وبيتصل على روني اللي بيبقى هادي خالص وبيبعت له الفيديو الحقيقي اللي صوروه علشان نعرف إن المذيعة دي واحدة تبعهم أصلا وعملوا الفيلم ده كله علشان ينصبوا على الزعيم وياخدوا منه الفلوس. فبيغضب الزعيم على الآخر وبيضرب المساعد بتاعه لأنه هو اللي عرفهم عليه. وبتبقى حياة روني عبارة عن سرقة ونصب ولعب قمار فقط لا غير، شخص مخادع من الطراز الرفيع يعني مش فارق معاه أي حاجة. ولما بنرجع لأرجون بنلاقيه أخد بيل لمبنى تحت الإنشاء وبيعرفها إنه هيفتح مكتب كبير جدا في المكان ده، والاتنين بيبقوا مبسوطين. وبتقول له بيل إن أبوها توفى وأمها اتجوزت واحد تاني وعايشة معاه في دبي حاليا، وإنها فكرت كتير تسيب كل حاجة وتروح تعيش معاها لكنها بتغير رأيها على آخر لحظة. وبالليل لما بيروح روني بيلاقي شان صديقه قافل المحل بتاعه لأنه باع أدوات مغشوشة لواحد من الشرطيين وما كانش يعرف، فقرر الشرطي يقفل له المحل ويرفع عليه قضية كمان. بس روني بيطمنه وبياخده وبيروحوا المحكمة علشان يقابلوا المحامي والمدعي عليه. وبنلاحظ إن روني بيفهم في القانون كويس جدا وبيفضل يطلع ثغرات في القضية وبيأكد للمحامي إن شان هيطلع براءة من غير ما يدفع أي فلوس. كمان شان نفسه كان مصدوم من المحاضرة اللي عملها صاحبه المخادع. وفي نفس اليوم بيل بتعرف أرجون إن أمها تواصلت معاها وعايزة بيل تسافر لها علشان جايبه لها عروض للجواز، خصوصا إن بيل لسه ما عرفتهاش على أرجون، وبتأكد لها إنها تسافر علشان تحكي لها عن علاقتها بأرجون وإنها بتحبه. وأثناء ما كان روني وشان مروحين مبسوطين بعد اللي عمل روني في المحكمة بيتفاجئوا بحاجة بتخبط فيهم وبيعملوا حادثة. ولما بيفوق روني بيلاقي نفسه قدام الزعيم اللي نصبوا عليه وبيكون معلق شان وبيحذر روني إنه هيقتله، لكن روني بيفضل مركز مع الأدوات اللي حواليه وممكن يستخدم إيه علشان يخرج من الموقف ده. وفي لحظات معدودة بيضرب الحارس اللي جنبه وبيقوم يدور الضرب في باقي رجالة الزعيم بمنتهى القوة. روني مش بس مخادع، ده كمان طلع مقاتل قوي جدا وعنيد ويقدر يحول أي حاجة لسلاح في لحظة واحدة. وبعد ما بيقضي عليهم كلهم بيوقع الزعيم وبيبقى خلاص هيموته، لكنه بياخد باله إن شان مش بيتحرك وبيروح يلاقيه مات. وبنعرف إن روني كان بيتخيل كل ده وقرر إنه ما يغامرش بحياة صاحبه ويشوف الزعيم عايز إيه، لكنه بيتفاجأ إن الزعيم عايز 2 مليون روبية مش ال 200,000 اللي خدوها منه، وبيرميه مع شان بره وبيأكد له إنه في خلال كام يوم لو ما جابش الفلوس هيقتل شان. وفي الوقت ده أرجون كان عامل زي المجنون وعمال يدور على خاتم الزواج اللي جايبه البيل لكنه مش بيلاقيه، فبيقرر يروح المطار من غيره وبيعرض عليها الجواز وطبعا بتوافق، لكنه بيعتذر لها إن الخاتم مش معاه لأنه مش عارف راح فين. وبتسافر بيل وبتسيب أرجون لوحده. أما روني فبيقرر يروح يقامر شوية علشان يكسب ال 2 مليون المطلوبين منه، لكن مزاجه بيبقى وحش وبيفضل يخسر. ولما بيطلع من المكان بيلاقي شان اتخطف والزعيم بيكلمه وبيعرفه إن لو ما جابش الفلوس شان هيموت في خلال يومين. وأرجون لما بيروح المكتب بتاعه اللي جهزه بيلاقي صحابه كلهم موجودين وبيعملوا احتفال، لكنه بيعتذر وبيعرفهم إنه هيروح علشان تعبان وعايز يرتاح. وبيركب أرجون العربية وبيفضل يخبط جامد على الدركسيون، وحالته مش مختلفة كتير عن روني اللي عمال يخبط في الموتوسيكل بتاعه وهو غضبان وعلى آخره. ولأن دي الليلة اللي حصل فيها الجريمة بنشوف واحد من الاتنين بيلبس البدلة وبيروح لأكاش بيته وبيقتله، لكنه بيتم جرحه في دراعه ولحد دلوقتي ما نعرفش مين فيهم اللي ارتكب الجريمة. وفي يومنا الحالي الاسم كله بيبقى مقلوب بسبب ظهور روني، لدرجة إن دين بيتصل بمحامي علشان يجي يحل معاه القضية. ولما بتروح جيفاني تحقق مع روني بتلاقيه إنه قدر يسرق المنديل بتاعها وبيمسح بيه عرقه، لكنها بتاخده منه بتحذره وبتطلب إن يتم تحليله في المعمل الجنائي.
كل ما يحاول حد انه يضربه بيفضل روني يتفادى الضرب، وبيقول لهم على قوانين كتير تمنع انه يتم ضربه او تعريضه للعنف. وبيوصل المحامي اللي عارف ان دين عايز ينتقم من ارجون بسبب موضوع قديم بينهم، وعلشان كده عايز يثبت التهمة عليه. فبيأكد له المحامي انه قدامه يومين بس لحد ما المحكمة تفتح، لانه لو ما جابش دليل قوي على ارجون هيخرج من المحكمة. فبيجمع دين رجالته وبيأمرهم يعملوا كل اللي عليهم لحد ما يعرفوا مين من الاتنين دول اللي قتل اكاش. فبتروح شيفاني لارجون وبتخليه يقلع هدومه، وبتشوف الجرح اللي في ايده. كده خلاص ارجون هو القاتل. بس لما بتروح تبص على دراع روني بتكون المفاجأة لان عنده نفس الجرح في ايده برضه. حتى لما بيجيبوا كلب يشم الاتنين علشان يحدد مين فيهم اللي هدومه كانت مكان الجريمة، الكلب بينبح على الاتنين في شكل غريب. كمان بتروح شيفاني لشان وبتسأله عن الموضوع، وبيتوتر لما بيشوف صورة روني لكنه بيأكد لها انه مستحيل يقتل. فبتروح تشوف الرافعة بتاعة العربية وبتلاقي انها فعلا مكسورة، وبكده كفة القاتل بتطب عند روني من وجهة نظرها، خصوصا انها شايفاه شخص مخادع واكيد بيعمل الكلام ده علشان يفلت من العقاب. وبتقعد بعدها مع احد الشرطيين القدامى علشان تفهم العداء اللي بين مساعد المفوض وارجون. وهنا بيحكي لها الشرطي ان من فترة كبيرة بنت المساعد حبت شاب وهو ما كانش موافق على جوازهم، وعلشان كده البنت والشاب استعانوا بواحد صاحبهم علشان يسفرهم بره البلد ويتجوزوا، والشخص ده كان هو ارجون. ومن ساعتها ودين ما بيقبلوش وعايز ينتقم منه باي طريقه. وهنا بيجي لها تليفون من مكتب الطب الشرعي بيطلب حضورها حالا. وفي الوقت ده ارجون عمل نفسه مغمى عليه واستغل الموقف وضرب الشرطي وبيحاول انه يهرب، لكنه بيتصدم لما بيشوف روني قدامه، والاتنين عينيهم بتبقى مليانه انتقام. وفي لحظات معدوده الاتنين بيهجموا على بعض بمنتهى القوه والشراسه كأن بينهم عداء من قديم الازل. حتى شيفاني اللي راحت مكتب الطبيب الشرعي اتصدمت لما قال لها الطبيب ان تحليل الحمض النووي بتاع روني وارجون متطابق تماما مع الادله اللي كانت عند اكاش، وده معناه ان حد فيهم هو اللي قتل اكاش فعلا. لكن الغريب ان الحمض بتاع الاتنين متطابق تماما، وده ما بيحصلش غير في حاله التوأم. تطور مذهل في القضيه المجنونه حتى الان. الاتنين بيضربوا بعض بمنتهى القوه ومفيش حد من الشرطه عارف يوقفهم. روني بدأ يفقد اعصابه وبدأ في تدمير ارجون حرفيا، لحد ما بتقدر عناصر الشرطه اخيرا انهم يفصلوا ما بينهم. اما شيفاني اللي ما بقتش عارفه تعمل ايه بيديها الطبيب الامل انها لو جابت بصمه اصبع من مكان الجريمه بيقدر يعرف مين في الاتنين اللي ارتكبها. فبتروح شيفاني واللي معاها لبيت اكاش من تاني على امل انها تلاقي بصمه الصباع، وبيقف واحد من الشرطيين جنب الفازه اللي عليها البصمه يتكلم في التليفون ومش واخد باله. ولما بتشوف شيفاني وبتنده عليه بيوقع الفازه على الارض وبتتكسر. الدليل القاطع خلاص راح ومحدش عارف اصلا انه كان موجود لحد دلوقتي. اما دين فبيقعد مع ارجون وبيساله عن روني، وهنا بيبدا ارجون يحكي ان روني فعلا اخوه التوأم، وانهم كانوا عايشين بسعاده، لكن بدات المشاكل تزيد بين الاب والام بسبب الفلوس وبخل الاب على البيت. وبيحكي روني الموضوع من الجانب بتاعه لانه كان بيحب امه جدا، وهي اللي علمته اللعب بالكوتشينه لانها كانت بتلعب قمار كتير علشان تعرف تصرف على البيت. وبيبقى كل واحد من الاتنين شايف الموضوع بزاويه مختلفه. ارجون شايف ان ابوه كان بيحاول يخلي العيله متماسكه ومحترمه، وروني شايف ان امه هي اللي كانت بتعمل كده وحاولت كتير تحافظ على العلاقه. وده ظهر اكتر في حب الاب الارجوان المتفوق على روني الفاشل اللي بيلعب بالكوتشينه. وقرر الاب انه ينفصل عن الام واخد منها الاطفال بحكم محكمه. ولما بيلاحظ روني ان ارجون بيعامل امهم وحش بعد الانفصال لما قابلتهم في المدرسه، بتقول له الام ان ارجون بيحب ابوهم زيه بالظبط ولازم يخلي باله منه. وبتتجه الام للشرب الكتير بسبب اللي حصل معاها لحد ما بتموت. وهنا بيكون التحول بين التوأمين اللي كل واحد فيهم بيكون خد سكه في حياته. ارجون عايز يجتهد ويبقى مهندس، وروني بيتجه للقمار بعد موت امه. وبيفضلوا هما الاتنين يضربوا في بعض ويتخانقوا طول فتره حياتهم. بس ارجون بيقول ان اخوه مجنون وكان بيتعالج في مصحه معينه، وطعن الدكتور اللي هناك وحاول يقتله قبل كده. بس روني بيأكد لهم ان ارجون كان معاه في المصحه دي. ولما بيتصلوا بالمصحه بيقول لهم الشخص اللي هناك اللي بيعرفهم ان الدكتور في اجازه، لكن الواقعه دي حدثت بالفعل. بس حتى الدكتور نفسه ما يعرفش مين من التوأم اللي طعنه في رقبته. وفي اليوم اللي كان فيه ارجون بيدور على الخاتم شاف روني تحت بيته وفهم ان هو اللي سرقه، وعلشان كده راح لواحد صاحبه وطلب منه يجيب رجاله يضربوا روني. وده بيحصل بالفعل وبيمسكوا روني يضربوه بشكل مبرح. بس هنا ارجون بيعرف غلطته لانه بيلاقي الخاتم في العربيه وكان ناسيه. بس خلاص روني اتضرب وبيتصل عليه وبيأكد له انه هيعذبه بسبب اللي عمله معاه. وبيقول لشيفاني ان روني اكيد بينتقم منه علشان اليوم ده. ولما الكل بيخرج شيفاني بتروح لروني وبتهمس في حاجه في ودنه وبتمشي، وبتطلع تتكلم مع دين اللي مصمم ان ارجون هو القاتل، وشيفاني مصممه ان روني هو القاتل. فبيطلب منها تجيب دليل براءه ارجون وساعتها هيروحوه. وبتعرف شيفاني بعد
بعدها إن روني كان مديون ب2 مليون روبية ورجعهم تاني يوم الجريمة، وده نفس المبلغ اللي اتسرق من عند أكاش، وبكده يبقى روني أكيد هو القاتل والقضية اتحلت. بس دين لما بتوصل له المعلومة بياخد روني وبيروح المتجر مجوهرات مسروق وبيطلب من روني يحط بصماته في المكان، وبياخد 3 سنين بدل 15 في قتل أكاش، وكل ده علشان ينتقم دين من أرجون ويسجنه علشان اللي عمله مع بنته. لكن روني بيفاجئ الجميع وبيقول له إن يوم حدوث الجريمة رجع يلعب قمار تاني وكسب، ودي الطريقة اللي سدد بيها ال2 مليون روبية. وفعلا بيروحوا للراجل اللي كان بيلعب معاه روني قمار وبيأكد إنه كان بيخسر فعلا، لكن فجأة بدأ يكسب كتير لحد ما جمع مبلغ خرافي ومشي. في الوقت اللي دين كان اتأكد خلاص إن أرجون هو القاتل، بتجيله مكالمة من جيفاني بتقول له إن روني القاتل ولازم يرجع للاسم. ولما بيروح بيتفاجئ ببنته وزوجها موجودين وبيشهدوا إن أرجون زارهم في يوم الحادث، وسواق التاكسي اللي وصل أرجون كمان موجود وشاهد إنه وصله في يوم الحادث، وبكده أرجون بريء. وبيقرروا إنهم يسيبوا كل حاجة في إيد القاضي اللي هيطلع على القضية، وبيزعق القاضي لأفراد الشرطة بالكامل بسبب فشلهم في معرفة القاتل. ورغم علم الجميع إن روني وأرجون واحد فيهم هو القاتل، إلا إن القانون بيمنع حبس بريء، وعلشان كده القاضي بيدي براءة للاتنين التوأم. ولما بترجع جيفاني للمكتب بتعرف موضوع بيل اللي كان بيحبها أرجون، وبتروح تسأل عليها في بيتها، لكن بتفتح واحدة صاحبتها وبتعرف جيفاني إن بيل حبت شخص وقررت تتجوزه لما سافرت لأمها، وعلشان كده طلبت من الصديقة إنها تبلغ أرجون بالموضوع علشان يبعد عنها. المفاجأة إن الشخص ده يبقى هو أكاش. بس لما بيروح أرجون يهجم على أكاش ويسأله عمل كده ليه، كان هيقتله أكاش وعرفه إنه كان بيحاول يقرب من بيل لكنها رفضته علشان بتحب أرجون. وقتها اتعصب أكاش وحط لها منوم في المشروب بتاعها واغتصبها بشكل عنيف، وفضل يديها مخدرات لحد ما ماتت بين إيديه وهي بتنده باسم أرجون. وهنا أرجون بيتحول وبينزل عليه بالطعنات لحد ما بيموته تماما. كمان شيفاني بتروح لدكتور المصحة وبتسأله عن التوأمين، فبيعرفها انهم دايما كانوا بيتخانقوا سوا، بس اول ما حد غريب بيدخل بينهم بيلاقي المر من الاتنين، وبيأكد لها ان يوم الطعنة الاتنين دخلوا عليه مش واحد بس. في الوقت ده بيتقابل التوأم مرة تانية علشان نفهم كل الحكاية، وبيبقى أرجون اتفاجئ لما شاف روني في اسم الشرطة، واثناء القتال همس روني في ودنه علشان يفهم انه بيساعده. وبيعرفوا روني انه لما عرف بموضوع قتل أكاش وان الشرطة بتدور على اخوه كان عايز يروح يحذره لكن معرفش، وعلشان كده عمل كام تضليل للشرطة وعمل نفسه سكران علشان ياخدوه على الاسم ويبدأوا التحقيقات مع الاتنين وما يعرفوش مين القاتل الحقيقي. وتلاعب بشيفاني وخلاها تكرهه علشان يأكد لها انه هو القاتل ويخليها تصرف نظرها عن أرجون. وبنعرف انها لما همست في ودنه كان فاض بيها الكيلو، بتقوله انها متأكدة من براءة أرجون ولازم تحبسه، وهو كده خطته نجحت. وفي الوقت اللي فهمت فيه شيفاني كل ده ما قدرتش تعمل حاجة، لان حتى بعد ما فهمت لسه ما عندهاش دليل على كلامها. وبيأكد روني لأخوه انه بسبب وعده لأمه زمان انه ياخد باله من أرجون ما قدرش يتخلى عنه في محنته، وعلشان كده أرجون بيطلع عقد الشقة بتاعته وبيسلمه لروني كهدية ليه، خصوصا انه هيسافر ومش هيرجع البلد دي تاني بعد موت حبيبته. وبكده بيكون تم إسدال الستار على أخطر لغز مثير عرفته البشرية، واللي بالمناسبة دي قصة حقيقية لاتنين توأم فعلا قاموا بالعديد من العمليات الإجرامية سوا تحت ستارة الشبه اللي بينهم. وبكده بينتهي فيلمنا النهارده يا أسطورة. ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD أكشن.